مفاجأة مدوية بعد فوز ريال مدريد على أوساسونا. أهلا ومرحبا بكم متابعي قناة ستار سبورت. قبل أن نبدأ نشرتنا نرجو منكم الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل زر الجرس حتى تصلكم أخبار كرة القدم أولا بأول. وقبل أن نبدأ في التفاصيل، ما رأيك بأداء فريق ريال مدريد أمام أوساسونا؟ وهل يمكنه الفوز أمام مانشستر سيتي في دوري الأبطال؟ شاركونا بالتعليقات. شهد ملعب لاكارتوخا مواجهة من العيار الثقيل جمعت بين فريق ريال مدريد ضد منافسه فريق اوساسونا، وذلك ضمن مباراة نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم لموسم 2023. وكان الملكي ريال مدريد قد وصل لهذه المباراة الختامية بعدما تمكن من عبور عقبة برشلونة في دور النصف النهائي، بينما تأهل فريق اوساسونا بعد الفوز على نظيره فريق أتلتيك بلباو بركلات ترجيح. وتمكن فريق ريال مدريد من حسم المواجهة بهدف مبكر في مباراته بعد مرور دقيقتين فقط عن طريق البرازيلي رودريغو غويس، الذي استغل تمريرة زميله ومواطنه فينيسيوس جونيور داخل منطقة جزاء. واشتعلت مدرجات ملعب لاكارتوخا فرحا بهدف الريال من طرف مشجعي المرينج الحاضرين في الملعب، مع ترديد الجمهور بعد ذلك جملة كيف لا نحبك وأنت بطل أوروبا. وبهذه النتيجة يكون ريال مدريد قد نجح بالفوز باللقب العشرين له في مسيرته الكروية. ولم تقتصر هذه فقط على خبرة فوز ريال مدريد بلقب كأس الملك، وكانت المفاجأة المدوية للجماهير هو توصل ريال مدريد من حسم صفقة مدوية كان ينتظرها الجميع. وترددت أنباء قوية بعد المباراة تفيد وجود اتفاق بين ريال مدريد ودورتموند على انتقال النجم بيلينغهام لصفوف الميرينج في الصيف المقبل. وأكد فابريزو رومانو خبير سوق انتقالات اللاعبين في أوروبا أن ريال مدريد أنهى الاتفاق مع اللاعب على شروط شخصية. وكتب رومانو عبر حسابه على تويتر: يسعد نادي ريال مدريد لعقد جلسة مع ممثلي بوروسيا دورتموند خلال الشهر الجاري للتفاوض حول قيمة صفقة بيلينغهام والتي تشمل الإضافات. وأضاف: ريال مدريد وافق على شروط الشخصية التي حددها ممثلو اللاعب. جدير بالذكر أن جود بيلينغهام شارك مع بوروسيا دورتموند في 40 مباراة هذا الموسم، وسجل 11 هدفا وصنع 7 آخرين. متابعينا الكرام، شكرا لكم على حسن المشاهدة، ولا تنسوا الإجابة على سؤال النشرة والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس فضلا وليس أمرا.